واشنطن. وضع كونغرس الولايات المتحدة مقترحات لإعطاء مصر وإسرائيل كميات هائلة من المعونة العسكرية على شكل منح مباشرة لا قروض. وبموجب المقترحات التي ما زال يتعين أن يوافق عليها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، ستحصل مصر على معونة عسكرية قيمتها نحو 1200 مليون دولار خلال السنة القادمة، وستحصل إسرائيل على معونة عسكرية بقيمة 1400 مليون دولار، وهذا أقل مما تلقته كلتاهما من معونة عسكرية إجمالية العام الماضي، ولكن جزءا كبيرا منها على شكل قروض. وبالنظر إلى الصعاب التي تعانيها مصر وإسرائيل في تسديد القروض، يقترح أن تمنح الأموال مباشرة، كما ستتلقى الدولتان كلتاهما مقادير أكثر من المساعدة الاقتصادية. هذه الأنباء تأتيكم من لندن. القاهرة. يقول المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري إنه تم الاتفاق مع فرنسا على تزويد مصر بمقاتلات أكثر تقدما من الطائرات النفاثة ميراج 5 وميراج 2000 بالإضافة إلى الطائرات العمودية جازيل. كما قال إن مصر وقعت عقدا مع شركة ماركوني أندر ووتر سيستم البريطانية لشراء توربيدات بحرية سيبدأ وصولها في مستهل العام المقبل. وأضاف المشير أبو غزالة يقول في حديث مع صحيفة أخبار اليوم إن مصر أنتجت 99% من قطع الغيار لأسلحتها السوفيتية الصنع و95% من كل الذخيرة التي تستعملها قواتها المسلحة. جنوب لبنان. صرح المستر شولتز وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يوجد في الشرق الأوسط ما يكفي من الليونة حسب تعبيره لتمكين الولايات المتحدة الأمريكية من التوسط لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان. وقد أدلى شولتز بهذا التصريح في اجتماع مع وزير خارجية سوريا السيد فرح في نيويورك، وكان الوزير السوري قد صرح قبل الاجتماع بأن سوريا مستعدة لأن ترى بعض التوسط الأمريكي في لبنان، ولكن على شرط أن يكون هذا التوسط مقتصرا بصورة خاصة على إخراج القوات الإسرائيلية. ومع ذلك قال مسؤول أمريكي أن المستر شولتز لا يعتقد أن سوريا ولبنان وإسرائيل في الوقت الحاضر ما يكفي من الليونة لجعل أي بادرة أمريكية نافعة في المنطقة. وكان رئيس وزراء لبنان السيد رشيد كرامي قد خطب قبل ذلك في الأمم المتحدة فكرر المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وقال أمام الجمعية العامة إن احتلال إسرائيل لجنوبي لبنان يهدد كيان لبنان وهو خطر على المحاولات المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية. وامتدح رشيد كرامي المواطنين اللبنانيين الذين واصلوا أعمال المقاومة ضد القوات الإسرائيلية، ووصف سوريا بأنها الدولة الشقيقة للبنان. وقال السيد كرامي إن من المستحيل أن يكون للميليشيات التي تدعمها إسرائيل في جنوبي لبنان أي دور بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، لأن مهمة المحافظة على الأمن لابد أن تترك لقوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة. باريس. يجري رئيس تشاد حسين حبري مزيدا من المحادثات في باريس اليوم لحل التأزم بشأن طرق مراقبة انسحاب الجنود الفرنسيين والليبيين من تشاد. ويقول مراسلون ان القضية من اهم نقاط الخلاف في محادثاته يوم امس مع الرئيس ميتيران وزعيمي زائير والجابون.
ويقول المراسلون ان السيد حبري رفض اقتراحا ليبيا لتعيين فصيلة من المراقبين من جنين. واقترح الفرنسيون قوة من مراقبين سنغاليين، ولكن يقال انهم لا يريدون كتابة الاساس الا ان تحل الخلافات حول وضعهم. وبدأ الفرنسيون والليبيون سحب جنودهم، وإن قال مسؤولون فرنسيون يوم أمس إن الانسحاب الليبي يجري بغاية البطء.